سلام حبايبي الغاليين، ان شاء الله تكونوا بصحه وعافيه وبخير ومهنيين. كما عودتكم احبابي، ان شاء الله الفيديو تاعي يكونوا فيهم غير الافاده. فيديو اليوم راح يكون روتين مسائي خفيف، على بالكم الشغل اللي كنت ندير فيه مازال ما ريحتش، راني عيانه بزاف، درت روتين خفيف برك. والاهم من هذا كامل راح نمد لكم 10 دروس تعلمتهم في هذه الدنيا ولا تعلمتهم في هذه الحياه. ممكن انت اللي راكي تشوفي في الفيديو تاعي، ممكن هذا الدروس ولا هادو ولا درس منهم تعيشيهم في شهر ولا في سنة ولا في سنوات، ولا قادرة تعيشي عمر كامل باش يعني تجوزي درس منهم برك. انا راح نختصر عليك الوقت وراح نختصر عليك الجهد وراح نعطيهم لك باش هكا بلاك ينوروا لك طريقك، بلاك راح يغيروا لك حياتك للافضل. واذا استفدتي من درس واحد برك تعلمته انا في الحياه واستفدتي نتيا منه، انا راح نكون فرحانه بزاف بزاف. ما تنسيش حبيبتي ديري لي هذاك الجانب باش ندير ديما فيديوهات يكونوا عند حسن ظنكم، وتخليوا لي تعليق يكون حلو كيما نتوما يا الحلوين. تابعوا معايا الفيديو حتى للاخير. اكيد على بالي هاد الوصفه اللي درتها لكم راح تعتمدوها لقهوه العصر ولا لقهيوتكم ديروها لوليداتكم. هي وصفه البغيه واش فارسي وشوكولا ولا فوغي او شوكولا. على بالي هاد الوصفه بزاف بزاف مليحه، انايا في داري شاك فوا يقولوا لي عاوديها، ديما نديرها لهم ان شاء الله يا ربي تعجبكم. مقادير الوصفه دائما نخليهم لكم في صندوق الوصف. كيما راكم تشوفوا راني حطيت كاس حليب دافي، هاد الكاس يرفد لي 240 مليلتر، زدت له نص كاس تاع الزيت وزدت له ملعقه كبيره تاع خميره الخبز، وراح نبقى يعني نخلط كيما راكم تشوفوا فيا. انا راني نخلط بالفوي برك، يعني ما تستحقوا لا باطير لا بيتخان لا حتى حاجه. زدت له كاس الى ربع تاع السكر، واللي يحبوا يجيه حلو يعني يقدر يدير كاس عادي. انا نقصت شويه سكر، ما درتش كاس معمر. تزيدوا له مغرف صغيره تاع لافاني، ومن بعد نزيدوا لا فارين. دوكا كي نبداو نزيدوا لا فارين نديروا الكاس الاول ونزيدوا ملعقه نص ملعقه من ملعقه كبيره تاع الملح، يعني ما نعمروهاش نص برك، تكون ممسوحه ماشي بومبي. ومن بعد نزيدوا لا فارين، كل وحده على حسب لا فارين تاعها. انا ما نقدرش نعطيك القيس كل مره كيفاش تجيني، يعني بين 5 كيسان حتى 6 كيسان تاع لا فارين. انا هاد لا فارين درت بلا فارين اغروديف، راهي رفدت لي 5 كيسان ونص برك. وديما حباباتي نقول لكم باش ينجح لكم سيرتو هاد المخبوزات، يعني الخبز واللي بغي وشيتو، لازم ديما تخليو العجينه تاعكم تكون تتلاصق في اليدين، معليش تكون تلصق في يدك، من بعد تعاوني روحك بشويه تاع الزيت. هذاك الخبز راح يجيك خفيف وهشيش، خير من كي ديريها ناشفه وديري لا فارين بزاف راح يجيك معجن ويجيك يابس. هذه هو سر يعني في المخبوزات. وتوجور يعني راكم تشوفوا هاد الوصفه ما فيها لا بيض لا والو. من بعد في الاخير برك راح ندهنوا شويه الوجه تاعو بصفار تاع بيضه، ونديروا شويه تاع شوكولا وشويه تاع زبده. هذا ما كان، هذا واش نسحقوا كامل في الوصفه هذه. حبيباتي كيما راكم تشوفوا الوصفه راهي تمشي، وانا راح نبدا معاكم الدروس اللي تعلمتهم في هذه الدنيا. اول درس تعلمته هو دوام الحال من المحال. تعلمت انه حاجه في الدنيا هذه ما تدوم لي، تعلمت ديما نوجد روحي ونحضر روحي للأسوأ، نحضر روحي ديما للظروف الصعبه، لاني من الغدوه ما على باليش وش يصرالي من حياتي، وش صرالي كامل. تعلمت مهارات، تعلمت صنعة في يديا، وتعلمت لغة، وكملت قرايتي ومازالني نقرأ. لأنه في الدنيا هذه كي طحت لقيت غير روحي برك، أنا اللي عاونت روحي بروحي باش نوقف على رجليا، ما لقيت حتى واحد عاوني باش نوض. انتي اللي راكي تشوفي في الفيديو تاعي فهمي حاجة، باللي ما كان حتى حاجة في الدنيا هذه تدوم لك غير روحك. ما تدوم لك لا عائلتك لا ولادك لا زوجك لا حتى واحد من الأقارب تاعك تلقي فيها غير هاد المهارات ولا صنعة اليدين ولا اي حاجة ديريها ولا قرايتك. غير الشي هذا برك اللي راح يخليك تحاربي في الدنيا هذه وتكافحي وتطيحي وتنوضي وتفتخري. الاهم من هذا الشي كامل تفتخري بروحك باش تقدري تعيشي في الدنيا، خطر رانا في وقت صعيب. تاني درس تعلمته في هذه الدنيا اني نكون قوية رغم كل الظروف. رغم كل الظروف جامي نضعف، لأنه قانون الحياة يقول لا مكان في الكون للضعفاء إلا للأقوياء. حبينا ولا كرهنا احنا لازم نستعرفوا باللي الدنيا هذه كي شغل راهي غابة وراهي معمرة بالديابة. إلا كان كنتي ديبة وقدرتي على شقاك راكي تسلكي وراكي تقدري تعيشي فيها ومعززة ومكرمة، ولكن ما قدرتيش راهم ياكلوك يا اختي العزيز. تعلمت ما نخليش كلام الناس يأثر فيا،
تعلمت ما نسمحش للناس يأذوني، تعلمت انه كل كلمة تجرحني ما نسمعهاش، وكل تصرف ما يعجبنيش نفوتو. تعلمت انه كل شخص سلبي في حياتي نخرجه بلا ما نخمم فيه وما نحزنش عليه، نقفل من وراه الباب ونقول له بالسلامه والعافيه. تعلمت انه الضربه اللي تجيني ما نخليهاش تكسرني، لازم تقويني باش هكاك نتعلم الدرس ونتربى. الدرس الثالث اللي تعلمته هو الصبر عند الابتلاء. كل انسان في الدنيا هذه ربي يبتليه ابتلاء، سواء كان مصيبه ولا مرض ولا فقر ولا خساره ولا موت، سيرتو موت الفجأة. انا ربي ابتلاني انه امي ربي يرحمها ماتت فجأة يعني بين دقيقة اخرى راحت من بين يدي. حزنت وبكيت، صدقوني انا نديركم الفيديو ما قدرتش نشد دموعي، بكيت صح دموع حرقوا لي خدودي، بصح ما كفرتش ما جهلتش. حزنت بصح ما بقيتش نلوم في ربي سبحانه ونقول له على. حسيت نفسيتي تكسرت وتحطمت وظلمت الدنيا في وجهي، دخلت في صدمة بصح ما جهل وما قلتش حوايج ندمت عليهم. ماشي غير الموت برك ابتلاء، لكل وحده راهي تشوف الفيديو تاعي وابتلاها ربي ابتلاء. اذا حسيتي الدنيا ضاقت عليك وحسيتي روحك وحدك وما كانش اللي يوقف معاك واقرب الناس تخلاو عليك وكلش راهو ضدك، اعرفي انه ربي راهو قريب منك. صدقيني مهما ديري مهما تروحي وتجي محال راح تكوني سعيدة ومرتاحة غير انك تكوني قريبة من ربي سبحانه، هو اللي راح يجبر بخاطرك وهو اللي يهون عليك. تعلمي تصبري، ربي حنين كريم ورؤوف، انا ربي ما خلانيش. الدرس الرابع اللي تعلمته انه الدراهم ولا المال ما يشريوش السعادة. تعلمت اني نقدر النعمة اللي اعطاها لي ربي سبحانه بين يدي وندير لها قيمة. تعلمت انه اعظم الاشياء في الدنيا محال نقدر نشريها بالدراهم. ممكن بالك نشري كتاب بصح ما نقدرش نشري العلم، ما نقدرش نكون عالمة بالليلة ونهار. ممكن اني نشري دار بصح ما نقدرش نشري الدفء تاع الاسره والدفء العائله، ولا نقدر نشري عائله كومبلي ونحطها في هذيك الدار. ممكن اني نشري الدواء بصح ما نقدرش نشري الصحه. ممكن اني نشري المتعه، نروح البارك نروح نحوس في كاش بلاصه، نروح نشري القش، نشري واش راني حابه باش نتمتع، بصح ما نقدرش نشري السعاده. ممكن انه المال يجلب لك الراحه، يحسسني راني مرتاحه كل حاجه في حياتي راهي سهله، بصح ماش راح يحسسني بسعاده اكيد. الدرس الخامس اللي تعلمته اني نقول كلمه لا في الوقت المناسب وفي المكان المناسب. تعلمت نقول لا، صدقوني الكلمه هذه كي نقولها نحس روحي مرتاح. انا حررت روحي من هذوك الناس اللي يحبوا يضغطوا عليا ويمشي ورايهم عليا، نقولهم نو نو، لا ما نقبلش هذيك الحاجه ما نديرهاش. حررت روحي من هذاك الخجل والحشمه، باسكو مرات تحت هذاك الشعار ندير حوايج فوق طاقتي، بالك نديرهم باش نرضي غيري، لا ما نديرهاش. حتى ولو كان الناس يقولوا وجهي صحيح ولا من حاجيش ولا كل واحد كيفاش يقولها، المهم انا نحس روحي مرتاحه وبس. الدرس السادس تعلمت اني نحب كلش في حياتي ونستمتع به، نستمتع بالكبيره والصغيره. صدقوني لو كان حاجه صغيره برك تبانك انتي تبانك حاجه عاديه تافهه، بصح تقنطي روحك ما تقنعيش بيها، هي تنغص عليك حياتك، ما تخليكش فرحانه ما تخليكش سعيد. تعلمت انه نستمتع بهذاك النهار كانه اخر يوم في حياتي، نستمتع بكل حاجه فيه، لانه البارح راهو فات راهو عدى، والغدوه ما على باليش الا كان نوض الصباح ولا ربي يدي امانته. سابع درس تعلمته والاهم بالنسبه لي انه الصحه هي اثمن حاجه نملكها. كل حاجه نملكها في حياتي ما تقدر حتى بثمن كيما صحتي، لانه كي كنت صغيره ما شفقتش على روحي، نخدم واش نقول لكم ما نحبش كاع نطير مع طيور، نطير كي النحله، ما نحبش كاع الناس كامل يقولوا فحله وشاطره وكل شيء، بصح نهار طاحت بيا وصحتي شت روحي راني في الشوكه، ما لقيت حتى واحد واقف معايا، ما لقيتش دراهمي رفدوني حتى ولو كان داويت. صدقوني ما كان حتى حاجه تنفعك كي تروح صحتك منك. واحد المثل اللي يقول لحم بنادم ثقيله، حتى ولو كان الناس يرفدوك يجي النهار يعياو منك، حتى ولو كان عندك الدراهم يجي النهار ويخلصوا لك الدراهم هذوك، تداوي يخلصوا دراهم هذوك.
حتى ولو كان معارفك يوقفوا معاك يرونديو لك سيرفيس يوقفوا معاك يديروا لك كل شيء، بصح الا ما يجي النهار هذوك يروحوا العباد هذوك واش يبقى لك؟ تبقى لك غير صحتك. الدرس الثامن اللي تعلمته اني ما نخافش اني نرتكب الاخطاء، لانه تعلمت انه افضل دروس في الحياة تعلمتها هي من الاخطاء اللي درتهم والفشل اللي فشلته. تعلمت انه الخوف من الخطأ والفشل هما اكبر عائق ما يخلونيش ننجح. انا هذوك الطيحات اللي طحتهم كامل، هذاك الفشل اللي فشلته كامل هو اللي علمني اني نوقف على رجليا وتكون عندي شخصية قوية. الدرس التاسع تعلمت انه ما كان حتى حاجة تدوم في الدنيا هذه، لا المال ولا الجاه ولا حتى الألم هذاك اللي راهو عايش داخلي، لانه كلش مؤقت، راح يجي نهار ويروح ما يبقاش. تعلمت اني ما نتعلقش بحوايج يكونوا يعني يجي نهار ويروحوا، كيما نقولوا اشياء زائلة. تعلمت اني نكون معتدلة في فرحي وفي حزني، ما نفرحش بزاف لانه على بالي من وراء الفرحة هذيك راح يجي حزن، وما نحزنش بزاف حتى نقنط من رحمة ربي ولا حتى نجهل، لانه الشيء الوحيد الثابت في هذه الدنيا هو سنة التغيير. الدرس العاشر اللي تعلمته واللي كل يوم في الدنيا هذه راني نتعلم فيه اني نوفر المال الابيض لليوم الاسود. انه كي يكون واحد في البحبوحة وعنده الدراهم ولاباس به يروح يبزعهم، يروح يشري، يروح يخلصهم، بصح كي يضيق به الدنيا ويلقى روحه خلاص راهو في دائقة ما يلقى بها وين. درك الزمان هذا ما عندك بها وين، الا كان ما خبيتيش الدراهم لهذاك النهار الاسود ما راح تلقاي حتى واحد واقف معك ولا يمدلك ولا يسلفلك ولا يعطيلك، غير اللي دوري ليه يقولك الله غالب ما عنديش. يمالا لازم الانسان يتعود انه يخبي الدراهم، هذه للزمان عقوبة كيما نقولوا. ان شاء الله يا حباباتي تكونوا استفدتوا ولو درس واحد من الدروس اللي جوزتهم في حياتي. اني مانيش عجوزة انايا، بصح الدنيا هذه علمتني هادو الحوايج وحوايج بزاف، مديت لكم 10 برك منهم، ان شاء الله يا ربي يفيدوك. سيرتو هادو البنات الصغار اللي جايين للدنيا هذا وين قالوا بسم الله في حياتهم، هادو راح يأسسوا حياتهم، بالك ما مازال ما توشاتهم حتى حاجة في الدنيا هذه. نقول لكم كل حاجة لازم ديروا لها حساب ولا حساب مع ربي سبحانه. حبيباتي ان شاء الله يكون الفيديو هذا راهو فادكم بهذوك الوصفة ولا هذه التدبيرة، وان شاء الله يا ربي نكون فدتكم بهاد النصائح ولا الدروس اللي جوزتهم انا شخصيا في حياتي. نتلاقاكم في فيديو واحد اخر. حبابي الغاليين ما تنساوش ديروا لي جيم واشتراك وبارطاج للفيديو باش تعم الفائدة على الجميع. نقولكم نحبكم بزاف. نتلاقاو في فيديو واحد اخر، بقاو على خير يا وجوه الخير.